الذهب رايح على فين؟ نشتري ولا نبيع؟ هبوط عالمي حاد في الأسعار وتذبذب محلي ومفاجآت مثيرة قبل نهاية السنة. الذهب اليومين دول عامل حالة لخبطة كبيرة في السوق، يوم بيغلي ويوم بينزل ولكن بشكل غير مطمئن. الأسعار عالميا بدأت في الهبوط بشكل حاد بعد موجة الارتفاعات الجنونية اللي حصلت بسبب التوترات السياسية وحرب غزة، كمان بعد ما البنوك المركزية بدأت تلمح بتخفيض الفايدة بدل ما ترفعها تاني. خليني أقول لك في السوق العالمي سعر الأونصة رايح ل 5000 دولار، وده خلى في حالة ترقب عند التجار والمستثمرين في مصر، خصوصا ان السوق المحلي متأثر دايما بالاتجاه العالمي بس برضه بيتحرك بطريقته الخاصة بسبب الدولار والعرض والطلب. التجار بيقولوا ان حركة البيع والشراء ضعفت جدا والناس بقت متخوفة تشتري خصوصا بعد الهبوط الأخير، وفي نفس الوقت في ناس شايفة ان دي فرصة للشراء قبل ما الأسعار تعلى تاني مع نهاية السنة، وده لو حصل أي توتر سياسي أو قفزة جديدة في الدولار. بعض خبراء الاقتصاد شايفين ان التذبذب ده طبيعي جدا في الفترة دي خصوصا بعد فترات الارتفاع القوية، وبيقولوا ان السوق المصري ممكن يشهد هدوء نسبي في الاسعار خلال شهر نوفمبر وديسمبر الجايين، لكن مع دخول ديسمبر وبداية موسم الاعياد ممكن الاسعار تتحرك تاني للاعلى ومع زيادة الطلب طبعا. ولو ركزنا مع تصريحات هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب فهو شايف ان السوق بيتنفس شوية بعد موجة الارتفاع الاخيرة، وبيأكد كمان ان الاسعار في مصر مش هتنزل جامد زي ما الناس متوقعة، وده لان تكلفة التصنيع وسعر الدولار في السوق الموازية لسه مرتفعين، وده بيخلي اي انخفاض عالمي ما يوصلش بنفس القوة للمستهلك المصري. في النهاية خبراء الذهب متفقين ان الشهرين الجايين نوفمبر وديسمبر هيكون فيهم حركة هادية في السوق، يعني ممكن نشوف صعود وهبوط في الاسعار لكن بسيطة، ومفيش انهيار ولا قفزات كبيرة زي الفترة اللي فاتت، إلا طبعا لو حصل حدث كبير على الساحة العالمية. الخلاصة الذهب دلوقتي في فترة استراحة محارب، الأسعار مش ثابتة لكنها بتتنفس بعد شهور صعبة جدا فاتت. السوق المصري لسه ما أخدش قرار واضح يشتري ولا يستنى.